من ندوة مبرمجة داخل أسوار فندق السفيرة إلى مسيرة احتجاجية ووقفة ساخطة قبالة البريد المركزي لأنصار الانتقال الديمقراطي. هو السبب رفض مصالح الولزوق عقد ندوة موضوعاتية حول شروط نزاهة الانتخابات بحجة وصفها أعضاء التنسيقية بالتافهة كما يقولون. لم نتلقى الرد إلا على الساعة 7 ليلا مساء من الإدارة تقول بأن هذا الطلب مرفوض لأن العنوان غامض. يا إخواننا، هل شروط نزاهة الانتخابات عنوان غامض؟ يدفعونا إلى الشارع فنقول لهم ما بقاتش سياسة القوة، وإلا حبيتوا بالقوة تمنعوا الكلام هذا راح يرجع سوء على الجميع. أعطت السلطة البرهان بأن شروط العمل السياسي في الجزائر غير موجودة، وبالتالي العمل في الشارع أصبح يفرض نفسه على الطبقة السياسية. هكذا كان المشهد بعد منع مصالح ولاية الجزائر الذي أثار سخط أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي في مسيرة رمزية منعتها مصالح الأمن ككل مرة، ودفعت بخصوم النظام إلى التأكيد على حق التجمهر والتجمع الشعبي الذي يكفله الدستور للجميع. فمن يمنع الأحزاب المعتمدة من أن تنظم هذه الندوات في 4 جدران؟ نندد بكل هذه التصرفات الغير قانونية والغير دستورية. هذه البلاد اللي ضحى من أجلها 1.5 مليون شهيد ما نقدروش نسمحوا أن هذه الناس يملكوها. هذه الجزائر نتاعنا أكل، هذه البلاد نتاعنا أكل. احنا جينا هنا باه نقولوا لا، فإذا به يمنعوننا من أن نجتمع في قاعة. رفضت إذن مصالح ولاية الجزائر الترخيص لندوة تنسيقية معارضة، فنزل أنصار الانتقال الديمقراطي إلى الشارع في وقفة احتجاجية ومسيرة ساخطة ضد القرار، وفي خطوة ستزيد من تعميق الهوة بين النظام وخصومه وتعكس أيضا هواجس وتخوفات السلطة. فهل ستخرج لقاءات أنصار التنسيقية من داخل أسوار القاعات المغلقة إلى الشارع؟